السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، معاكم اخوكم اسلام حمادة. اهلا بحضراتكم في فيديو هكلمكم النهارده عن 5 تطبيقات أنا شايفهم مفيدين جدًا، جدًا على الفون، بما إن الفون دلوقتي يا جماعة بقى 24 ساعة في إيدينا، بقى غالبًا ما نقدرش نستغنى عنه، يعني اللي هو حرفيًا كده بقى كإنه امتداد من إيدينا، كإن إيدينا كده التكملة بتاعة صوابعنا هو الفون بتاعنا يعني تمام، بناكل ماسكين الفون، خارجين ماسكين الفون، لا مؤاخذة يعني بندخل الحمام ماسكين الفون تمام، فللأسف دي طبعًا يا جماعة آفة العصر الحالي، والموضوع طبعًا سيء لأسوأ الدرجات، خصوصًا في تأثيره على الattention span أو قدرتك على تحمُّل إنك يعني أو تركّز لفترة طويلة، فدلوقتي الناس ما بقتش مثلًا قادرة زي زمان تقعد مثلًا تقرأ لمدة ساعتين 3 لو قرأ 10 دقايق يقول أهو أنا بقيت قارئ تمام، الناس ما بقتش قادرة إنها تتفرّج على فيديو نُص ساعة، لو أنا عملت فيديو نُص ساعة والّا فيديو عدّى مثلًا 20 دقيقة يقولوا أنت فيديوهاتك طويلة ومش عارف إيه، فالناس حرفيًا الreels والTikTok وكل ده يا جماعة أثّر على الattention span عند الناس. لو أنت حابب تعرف أكتر عن الattention span وحابب تعرف أكتر عن الدوبامين ودوره في الموضوع ده، هتلاقي عندي على القناة فيديو باتكلم فيه عن الدوبامين، وهتلاقي فيديو كمان باتكلم عن إزاي تزوّد تركيزك، أنصحك جدًا، جدًا إنك تشوفهم. ندخل في موضوع الفيديو على طول عشان الفيديو ما يبقاش طويل، عشان الناس تقدر تشوفه تمام، وما حدش يزعل مني. أول حاجة قبل ما أقول ال5 تطبيقات هاقول لك على حاجة واحدة بس فرقت معايا السما للأرض في مذاكرتي، فرقت معايا كتير جدًا في تركيزي، ألا وهي إنك تقفل الnotifications بتاعة كل الapplications. يعني إيه؟ أنا مش متصوّر يا جماعة إزاي يعني أنا حرفيًا كنت عايش إزاي قبل ما أقفل الnotifications والله العظيم ما باهزر، اقفل notifications الواتساب، اقفل notifications التليجرام، اقفل notifications التيك توك، اقفل notifications الفيس، اقفل كل الnotifications أو الإشعارات يا جماعة بتاعة الapplications اللي عندك، ليه؟ لأن الnotifications في الأصل معمول اللي هو التِن بحيث أول حاجة إنها تشتت تركيزك، تاني حاجة إن غالبًا الnotifications دي بتقعد تدّيك جرعة من الدوبامين، دوبامين hit كده بسرعة، فأنت تروح تنشغل عن الحاجة اللي أنت بتعملها وتروح تشوف في إيه، ترجع تاني تكمّل مذاكرتك، فتروح وهكذا، وتدخل في دوّامة، في الآخر تلاقي نفسك ما حصّلتش حاجة، ما أنجزتش حاجة. فأول نصيحة من أخوكم قبل ما أقول لكم على التطبيقات دي نصيحة أخوية مش أكتر والله، جرّبوا تقفلوا الnotifications بتاعة كل الapplications اللي عندك، وفي وقت كده من الأوقات في اليوم مثلًا كل ساعتين 3 بعد ما تخلّص مذاكرتك، امسك الفون لمدة ربع ساعة، لمدة نُص ساعة بالكتير، شوف يا عم آخر الأخبار، شوف مين بعت لك إيه، شوف مين علّق لك فين، وخلاص، تمام؟ فدي أول معلومة حابب أقولها لك عشان تتخلّص من إدمان التليفون عمومًا يعني، تمام؟ تاني حاجة بقى ندخل بقى في التطبيقات على طول. أول تطبيق أفادني هو تطبيق اسمه Digital Detox. إيه Digital Detox؟ كلمة detox يعني التخلُّص من السُمّية، هي اختصار مصطلح طبي يعني اختصارها لكلمة D يعني إزالة، toxin اللي هو السِم، فهي اختصار الdetoxification. على سبيل المثال الكبد بيعمل detoxification للأكل اللي إحنا بناكله والأدوية اللي إحنا بناخدها، بيُزيل منها البكتيريا والسموم ويطلّع الحاجات دي كلّها على الدم نضيفة، ما فيهاش أي toxins تمام، فإحنا عاوزين نعمل detox من الdigital phones من الأجهزة الرقمية. طيب إزاي؟ في برنامج يا جماعة أنا صراحةً البرنامج ده باستخدمه تقريبًا ليّا أكتر من سَنة، فرق معايا جدًا، جدًا في إن أنا أتخلّص من الفون بتاعي. إيه البرنامج ده؟ اسمه digital detox. وتعالَ أورّي حضراتكم دلوقتي بشكل عملي إيه الفكرة بتاعة برنامج الdigital detox. أهو يا جماعة الdigital detox فكرته ببساطة إن هو بيقفل لك الفون لمدة معيّنة. بيقفله إزاي؟ يعني ما تقدرش تفتح أي application كإنه مقفول locked تمام، يعني حتى بالpassword أنت بتحدد وقت معيّن، يعني على سبيل المثال أنا عاوز أذاكر مثلًا دلوقتي مثلًا الساعة 19:00 أنا هاذاكر مثلًا دلوقتي رمد مثلًا اللي هو العيون، فهاذاكر مثلًا الرمد من الساعة 19:00 للساعة 22:00 فمن الساعة 19:00 للساعة 22:00 أنا هاحط الdigital detox على بصوا كده يا جماعة، على 3 ساعات تمام، أهو أنا ضبطته كده 3 hours تمام، أهو بيقول لي أنت هتبقى phoneless يعني ما معاكش فون يعني لحد الساعة 10:00 09:58 بالضبط. وبالتالي أول ما أدوس start بس أنا مش هاعملها دلوقتي يعني عشان باسجل لحضراتكم من الفون يعني الapplications تمام، أول ما تدوس start فيروح يقفل لك الفون ما تقدرش تفتحه، ما تقدرش تستخدم أي application لو اتنططت مش هتستخدمه. حد يقول لي طب إيه فايدة البرنامج ده؟ سؤال مهم فعلًا. فايدته ببساطة إن في كثير من الأحيان بنكون قاعدين كده ونقوم يا عم قوم امسك الفون شوية، صح كده؟ وإحنا بنذاكر مثلًا، وإحنا بننجز مهمة معينة، يا عم أروح أشوف مين مش عارف بعت لي إيه على الفيس، يا عم أروح أشوف الفيديو اللي أنا نزّلته على تيك توك، يا عم أروح أشوف البوست، يا عم أروح مش المغني الفلاني والّا اليوتيوبر الفلاني نزّل الفيديو الجديد والّا لأ، فأنت كل شوية كون إن معاك فون كل شوية أنت قاعد بتتشتت، صح كده؟ حتى لو أنت قُلت لأ أنا مش هاستخدمه، فبرضه نَفْسك الدوبامين تمام، عقلك بيcrave إن هو يروح يمسك الفون، فعشان تتخلّص من النقطة دي برنامج digital detox رهيب، تمام، حد يقول لي: "يا إسلام بس أنا باقدر أخرج منه." ماشي، يعني حد كمان يقول لي إيه: "بس أنا أقدر مش عارف إيه أعمل حركة معيّنة واستخدم الapplications."
جماعة الناس دي أنا باستغربها جدًا، يعني حضرتك غريب جدًا، ليه؟ يعني هو إحنا مش داخلين في تحدي، يعني أنا البرنامج ده مش تحدي أنت هتقدر تفتح الفون والّا لأ، تمام يا جماعة؟ البرنامج ما هو إلا رادع نفسي إنك ما تستخدمش الفون، يعني أنت في الأصل أنت مخصص الوقت ده عشان ما تستخدمش الفون. أنت شغّلت الdigital detox ونسيت ومسكت الفون، هتلاقي صح ده أنا مستخدم ده البرنامج ده قافل لي الفون، فتسيب الفون تاني، فهو مجرّد رادع يا جماعة مش أكتر، مش تحدي، يا عم أنت بتعرف تفتح الفون يعني أنا أعمل إيه طيب؟ ما هو الفكرة بتاعته إنّك ما تمسكش الفون من الأصل، تمام؟ لإن لمّا كنت بارشّحه لبعض زمايلي يقول لي إيه، ده أنا عملته على 10 ساعات وقدرت أفتحه، طب يعني هو مش حاطين يعني جايزة والّا مش عاملين مسابقة للي يعرف يفُك الشفرة بتاعته يا جماعة، تمام؟ هو كل الفكرة إن هو بيقفل لك الفون مش أكتر، تمام؟ فالصراحة برنامج كويس جدًا، جدًا، أنا باستخدمه دايمًا وقت ما باذاكر، أحيانًا باحطه على 6 ساعات، أحيانًا باحطه على 10 ساعات لمّا يكون ورايا امتحانات، أصحى الصبح أحطه على 10 ساعات والّا 12 ساعة وانسى الفون ده خالص، تمام؟ كل ما نفسي يعني بالبلدي كده كل ما نفسي تهفني أروح أمسك الفون أروح ألاقيه لأ مش شغال، أروح أسيبه تاني، فاهمين الفكرة يا جماعة؟ فالبرنامج ده كويس جدًا، جدًا، تمام؟ حد يقول لي طب افرض مثلًا في مكالمة والّا حاجة طارئة، لأ تقدر تعمل مكالمات عادي وتقدر تستقبل مكالمات، تمام؟ فما تقلقش لو حد رن عليك هتقدر ترد عليه عادي خالص، تمام؟ فده أول application صراحةً الapplication ده فادني جدًا، جدًا على كافة المستويات، سواء المذاكرة أو التركيز أو أي حاجة تانية، فأنصحكم بيه مهما كنت في أي سنة بتدرس مش بتدرس، برنامج كويس جدًا الصراحة، تمام؟ لو أنت عايز تتخلص من إدمان التليفون. تاني application معانا هو application أو تطبيق أنكي. برنامج أنكي يا جماعة أنا اتكلمت عنه في الفيديو بتاع المذاكرة، وصراحة برنامج أنكي لا يوفيه حقه يعني، خاصةً إن هو open source يعني مجاني، مش بتدفع له أي فلوس، إلا لو أنت كنت على الiOS يعني بتستخدم iPad، iPhone مثلًا، MacBook تمام، أي أجهزة من الأجهزة بتاعة الiOS يعني عمومًا أجهزة Apple، هو البرنامج مدفوع، وصراحةً أنا معايا iPad مش هاكدب عليكم أنا اشتريته من على iPad، لكن أنا باستخدمه طبعًا مجاني على الPC على الكمبيوتر يعني وعلى الفون بتاعي، هو مجاني على الأندرويد وعلى الكمبيوتر، لكن هو بس بفلوس على الأجهزة بتاعة الiOS. ولكن بغض النظر هو يستحق صراحةً حتى لو كان بفلوس، لكن هو برنامج جميل جدًا، جدًا. طب هو إيه برنامج أنكي ده باختصار؟ لو أنت ما تعرفوش فأنت فايتك نُص عمرك، خصوصًا في المذاكرة. أنا باستخدمه من سنة أولى لسنة خامسة طِب، صراحةً البرنامج ده فرق كتير جدًا، جدًا في مستوايا، قلل كتير جدًا، جدًا من المجهود والوقت اللي بابذله في الحفظ. هو عبارة عن flash card، يعني إيه flash card؟ يعني بطاقات يعني فلاش، إن أنت بتكون عبارة عن ليها front وليها back، يعني مثلًا أنا معايا ورقة دي، الورقة دي فيها front وفيها ليها back، فأنا هاكتب مثلًا هنا سؤال ورا الإجابة. أو مثلًا هنا المصطلح العلمي وهنا مثلًا التفسير بتاعه تمام، أو هنا مثلًا كلمة وهنا مثلًا معناها بالEnglish لو أنا عايز أحفظ كلمات أو أي حاجة، بس بدل ما تعمل ورق، ورق، ورق فأنت الكلام ده ممكن تعمله digital على برنامج أنكي، فبرنامج أنكي صراحةً أنا باعمل عليه cards بإيدي، لو أنت ما تعرفش تستخدمه إزاي أنا مش طالع أشرح إزاي تستخدمه، ممكن أبقى أعمل إن شاء الله عنه فيديو تفصيلي إزاي تستخدمه، إزاي تعمل flash cards عليه، إزاي تضبّط تخلّيه customized يكرر كل قد إيه من الوقت، ولكن تقدر تسيرش عنه وتفهم إزاي بيشتغل، تمام؟ فصراحةً أنا هادخل مع حضراتكم دلوقتي على برنامج أنكي، أنا قاعد كده هو بيقول لك أهو البرنامج لو أنت عايز تعمل donation تبرُّع تمام، الصراحة يستاهلوا تمام، أنا continue تمام، هادخل كده يا جماعة مثلًا عامل هنا cards عن الrespiratory الجهاز التنفسي، عامل card عن الجراحات الخاصة، الcardiothoracic القلب والأوعية تمام، إيه الفايدة بتاعته أو إيه الميزة بتاعته؟ إن أنا وأنا ماسك الفون بدل ما أقعد أسكرول على تيك توك، بدل ما أقعد أسكرول مثلًا على الshorts بتاعة اليوتيوب والّا الإنستجرام، لأ أنا ماسك الفون بتاعي هافتح مثلًا مع حضراتكم دلوقتي respiratory ده كارد أنا عامله تمام، فأنا قاعد أهو types of tension pneumothorax إيه الdefinition بتاعه، فأنا أفضل أسمّع التعريف لنفسي في دماغي، وبعدين أدوس show answer أو وريني الإجابة، أول ما أدوس show answer فهو progressive buildup of air in the pleural space تمام، فهو دلوقتي قال لي التعريف، هل أنا قُلته في دماغي؟ ما أنا باختبر نفسي، لو أنا عرفته في دماغي فبادوس خلاص good، لو دوست easy مش هيجيبها لي تاني لفترة كبيرة. يعني خلاص أنا فاكره 100% أنا حفظته زي اسمي، طب لو أنا نسيته أدوس again أو أدوس hard تمام، لو دوست hard أو again فهالاقي بعد شوية كرر لي الكارد دي تاني، وبعد شوية كرر لي الكارد دي تالت، لحد ما المعلومة دي تثبت في دماغي، هادوس good مثلًا جاب لي كارد تانية أهي، قُل لي إيه هي الأسباب بتاعة الsecondary pulmonary arterial hypertension تمام، أهو سببه مثلًا الهايبوكسيميا، الchronic hypoxic مش عارف إيه، ومن تحت أنا كاتب تفسير أو حاطط صورة مثلًا من الPDF أو من الPowerPoint أو من المذكرة اللي أنا باذاكر منها، فالcards دي أنا اللي عاملها بإيدي، يعني أنا عاملها customized بنفسي. فصراحةً برنامج أنكي فادني جدًا، جدًا، وأنا مثلًا خارج وأنا قاعد على السرير بالليل مثلًا قبل ما أنام، بدل ما أمسك الفون أقعد فاهمين؟ أي وقت فراغ تمام، حرفيًا أنا عمّال أذاكر، وأذاكر كده بدون مجهود، اللي هو أنا باسمّع لنفسي المعلومة لو نسيتها again وبعدين بعد شوية يظهرها لي تاني وتالت، مش هيسيبني غير لمّا أكون حفظتها كويس جدًا. فصراحةً البرنامج ده ممتاز جدًا، 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 أنا ممكن أقعد أعمل فيديو كامل عنه، ولو حابين إن شاء الله قولوا لي في التعليقات، تمام؟ بس مش عايز تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك الفيديو بقى لو عملته، تمام؟ طيب
تالت ابلكيشن معانا او تالت تطبيق معانا هو نوت بوك ال ام. ونوت بوك ال ام يا جماعه ده يعني خاصيه او يعني زي ميزه طرحها من طرحتها شركه جوجل، تمام، بالذكاء الاصطناعي، بتساعد على المذاكره. نوت بوك ال ام صراحه انا سمعت عنه من فتره بس ما اهتمتش قوي، لكن دخلت عليه مؤخرا. مفيد جدا 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 جدا، خصوصا لما تكون مزنوق. ازاي؟ هقول لحضراتكم فكره نوت بوك ال ام ببساطه. اهو انت لو كتبت نوت بوك ال ام ودخلت، هو مجاني. هتدخل مثلا على الموقع، ليه ابلكيشن على فكره، تقدر تحمل له ابلكيشن على الفون تقريبا او على الكمبيوتر، بس انا بستخدمه على البراوزر يعني على المتصفح، تمام. فنوت بوك ال ام كرييت نيو، اللي هو اعمل يعني صفحه جديده. ايه الفكره بتاعته؟ الفكره بتاعته دلوقتي يا جماعه، اول ما تفتح كرييت نيو دلوقتي بيقول لك انت عاوز موضوع تبحث عنه وتذاكره. يعني انا مثلا عاوز اذاكر حاجه معينه بس مش معايا مصدر، انا عاوز ابحث عنها. ولا انت معاك ملف معين، او معاك فيديو على اليوتيوب، او معاك تكست مكتوب، تمام، او معاك ملف على درايف، تمام، معاك بي دي اف، معاك باوربوينت، معاك صور مثلا من مذكره متصوره. اي مصدر تحطه له هنا هو هيتعامل معاه. على سبيل المثال انا هعمل ابلود فايل وهحط مثلا ملف من المحاضره، او احط باوربوينت محاضره. تعالوا اوري حضراتكم حاجه عمليه. اهو بصوا يا حضرات، على سبيل المثال هنا انا حطيت بي دي اف. شايفين يا جماعه هنا خالص ده بي دي اف، ده الجزء الثاني من محاضره بي دي اف. ايه المحاضره دي محاضره بي دي اف، ملف بي دي اف منزله الدكتور عن البيدياتريك سيرجري، يعني جزء من جراحه الاطفال، تمام. انا حطيت له الملف ده، وبعدين بساله هنا بقى، يعني في الشات هنا تساله اي حاجه يجيب لك الاجابه بتاعتها من الملف. يعني مش زي مثلا شات جي بي تي او جيميناي بيجيب لك كلام عايم كده من اي مصدر، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. لا، هو بيجاوب لك من الملف بتاعك، تمام، ويفهمها لك اكتر. انا قلت له الاول اشرح لي، قلت له اكسبلين بي دي اف ان افري، فاهم، في كل التفاصيل. قعد يشرح لي البي دي اف بالتفصيل اهو، تمام يا جماعه. وبعدين لو عايز اي سؤال حرفيا اساله عليه، نقطه مش فاهمها لا وضحها لي اكتر. بس مش دي الميزه الحلوه. الميزه الاحلى ان في جزء هنا اسمه استوديو. ايه الاستوديو ده؟ لو انا عملت اوديو اوفر فيو فهو بيعمل لي زي بودكاست بيشرح لي البي دي اف ده، تمام. يعني اوري حضراتكم حاجه، لو ندوس على اوديو اوفر فيو اهو، ده الاوديو اللي انا عملته. بصوا كده حضرات، اسمع حضراتكم البودكاست، حاجه جميله جدا جدا يعني، تمام. ماشي، ثانيه واحده هشتغل دلوقتي. ان شاء الله هيشتغل دلوقتي، تمام. Welcome to the deep dive. Today, we're jumping into a really high-stakes field, We are. pediatric surgery, and our source material is, it's pretty specialized. It's the distilled knowledge for staff rounds at الصراحه رائع، الصراحه رائع يا جماعه. بص يعني ده 14 دقيقه خلاص، البي دي اف ده في ربع ساعه انا خلصته. ايه، بسمع الكلام ده. مش بس كده، انت عندك اوبشنز كتير تانية. يعني مثلا فيديو اوفر فيو، لو انت فيديو اوفر فيو عمل لي فيديو عن الموضوع ده، عمل لي فيديو كده وعمل لي دايجرامز. اوري حضراتكم برضو حاجه جميله جدا. بصوا يا جماعه برضو فيديو Today, شخص we're diving بيشرح، deep inside تمام، severe episodes of pain. وبيشرح الموضوع بتاع الجراحه. يعني حاجه عظيمه الصراحه، تمام. بس ايه، مش هي الاساسيه، انا بس بستخدمها لما اكون مزنوق شويه. بشكل اساسي انا هذاكر، هسمع المحاضره بتاعت الكليه او هسمع مع الكورس اللي انا متابع معاه. فده بستخدمه كايه، كمراجعه مثلا. بستخدمه ايه كمان، في ميزه جميله جدا جدا، كويز. لو انت دوست على كويز هنا يا جماعه، مش اهو كويز هنا يجيب لك اسئله على الموضوع ده. What is the correct term of the proximal segment of the bowel that invaginate into the adjacent segment، تمام. اهو ده اسمها انتستسبتم. ثواني كده اشوف انا مذاكر صح ولا لا. اهو صح بقى، تمام، مذاكر اهو جامد. فبصراحه يا جماعه نوت بوك ال ام كويس جدا جدا، ارشحه لحضراتكم، تقدر تستخدمه. وادخل كده يعني في افكار كتير تانية. يعني انت ممكن تحط اكتر من بي دي اف مثلا، وهو يجيب لك معلومات منهم كلهم. بيعمل لك كمان مايند ماب، خرائط ذهنيه للبي دي اف ده. بيعمل لك حاجه اسمها انفوجرافيك، اللي هو يا جماعه زي صوره كده، بتلخص الدرس كله كده في صوره. حاجه روعه بصراحه. ارشح له، ارشح جدا جدا انكم تجربوا النوت بوك ال ام، واوعدكم ان شاء الله ان هو هيفيدكم جدا، تمام. الرابع ابلكيشن مفيد جدا جدا صراحه وانا بستخدمه دايما، هو ابلكيشن اسمه سليب سايكل. ايه سليب سايكل ده؟ اتكلمت عنه يا جماعه في الفيديو بتاع المذاكره، اللي هو ازاي تقوي ذاكرتك وازاي تحفظ. لو انت ما شفتوش المره الثانيه ارجع شوفه. اتكلمت ان النوم عامل مهم جدا جدا في الذاكره بتاعتك، تمام. خصوصا النوم ذو جوده. يعني ايه النوم ذو جوده؟ انك تنام يعني بشكل، يعني يكون في كواليتي سليب. مش عارف اشرحها ازاي باللغه العربيه. يعني ان هو حرفيا نوم ذا جوده، ان هو تنام في اوضه ضلمه، تنام ما يكونش فيه اصوات حواليك، انك تصحى في الوقت بتاع الريم سليب، تمام، اللي هو الرابيد اي موفمنت. في حاجات كده يا جماعه، أنا ممكن اعمل ان شاء الله فيديو كامل عن النوم. ولكن برنامج سليب سايكل ده بيحسن جدا من جوده النوم. ازاي يعني؟ هيضلم لي الاوضه يعني ولا لا؟ مش كده. هو فكره سليب سايكل ان المخ البشري بتاعنا يا جماعه، النوم ده بيكون عباره عن دورات، تمام. الدوره دي تقريبا من ساعه لساعه ونص،
تمام، ده الافريج بتاعها. لو انت استيقظت في نص الدوره دي، بتصحى ان انت حاسس ان انت كسلان وخمول كده، ويعني مش حاسس كده ان انت فايق كويس، وما عندكش انرجي او طاقه او نشاط لباقي اليوم. فاهمين الفكره؟ فبرنامج سليب سايكل ده بيعمل ايه؟ بيظبط انت بتنام امتى بالظبط. يعني انا هنام دلوقتي، وهو بيصحيك عند انتهاء السليب سايكل. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هنام مثلا الساعه 10 بالليل، هو يبدا يعد. مثلا انت عايز تظبط المنبه الساعه 7، فهو مش هيصحيك 7 بالظبط. هيصحيك امتى؟ مثلا هيصحيك 7 الا ربع، او هيصحيك 7 و10. فانت مش بتظبط رقم، انت بتظبط رينج. فاهمين قصدي؟ طب ليه؟ علشان يصحيك مع انتهاء السليب سايكل. فانت مهما نمت قليل او نمت كتير، فانت هتصحى، او المنبه ده هيضرب مع انتهاء الدوره بتاعت النوم، فانت هتصحى فايق. انتوا فاهمين الكلام اللي بقوله ده؟ لو مش فاهمينه ان شاء الله انا ناوي ان شاء الله اعمل فيديو كامل عن النوم. تمام، ولكن تعالوا اوري حضراتكم برنامج سليب سايكل كده سريعا بيعمل ايه. تمام، ادي سليب سايكل لو انا دخلت عليه دلوقتي. تمام، فكرته بسيطه خالص اهو. تمام، انا بصحى امتى مثلا، او عايز تستيقظ امتى؟ انا ظبطت المنبه 7 و10، هو مش هيصحيني 7 و10 بالظبط. هو بص كده بيقول لي ايه، هصحيك ما بين 46 دقيقه وما بين 7 و10. يعني ممكن يصحيني مثلا 6 و50، ممكن يصحيني مثلا 6 55، ممكن يصحيني 7. حد يقول لي طب ايه ده؟ افرض انا مثلا ورايا شغلانه مهمه، او ورايا اجتماع مهم، او ورايا مدرسه، او ورايا كليه. عادي، انت اظبطها قبلها. تمام، يعني انت مثلا اظبطها قبلها، خليها مثلا 7 و5، مثلا خليها 7، بحيث اهو يكون من 6 ونص ل7. المهم هيصحيك في النقطه اللي انت خلاص، النقطه دي اللي انت هتقوم فايق فيها. انا جربته وبالفعل فعال يا جماعه، شغال فعلا والله. تمام، كمان في فيتشرز تانية يعني تقريبا بس بفلوس، لكن دي ميزه المنبه دي مجانيه. الفيتشرز التانية اللي فيه تقريبا ان هو بيشوف لك المعدل بتاع النوم وانت نايم، انت استيقظت كم مره، مش عارف بيشوف معدل الشخير، حاجات غريبه كده، بس انا مش بستخدمها بصراحه. انا بستخدم النقطه دي بس في الموضوع، وصراحه النقطه دي افادتني جدا جدا، فقلت اقول لحضراتكم عليها. وخامس ابلكيشن معانا، او خامس تطبيق برضه، تقدر تحمله على الفون، برضه تقدر تحمله على الكمبيوتر بتاعك، على اللاب، تقدر تستخدمه على البراوزر. هو برنامج نوشن. نوشن الصراحه يا جماعه جميل جدا جدا جدا. في بعض الاصدقاء ليا بيستخدموا برنامج بديل ليه اسمه اوبسيديان. تمام، فانت جرب الاثنين. انا جربت اوبسيديان بصراحه ما عجبنيش، مش هكذب عليكم. تمام، انا مرتاح مع نوشن، بستخدمه من ايام ثالثه ثانوي تقريبا. تمام، وبستخدمه مش بس في المذاكره، يعني استخدامي الاساسي ليه مش في المذاكره خالص. استخدامي الاساسي ليه في تنظيم حاجات، مثلا زي ان انا بحط عليه جدول تدريبي. اوري لحضراتكم، بحط مثلا عليه جدول تدريبي للشطرنج. تمام، بصوا مثلا يا جماعه، ده جدول تدريبي للشطرنج، 30 مينت مثلا، 13 مينت، 30 مينتس. تمام، فيجواليزيشن تريننج. فانا بتدرب، وبعد ما اتدرب خلاص انا اتدربت من هنا، اتدربت هنا، اتدربت هنا. ماشي، بعد كده 60 دقيقة تدريب على الكالكوليشن، الحسابات. تمام، 60 دقيقة مذاكرة مثلا أدوار الجراند ماسترز. تمام، ده مثلا يعني أنت ممكن تستخدمه إنك تحط عليه جدول مثلا مذاكرة. ممكن تستخدمه إنك تحط عليه نوتس. ممكن تستخدمه مثلا إن أنت تحط عليه المهام اللي أنت عاوز تعملها، تو دو ليست. تمام، يعني ممكن تستخدمه في حاجات كتير جدا جدا. يعني برنامج نوشن ما اظنش ان انت مش هيكون ليه لازمه معاك، بالعكس ليه استخدامات عامه وكتيره جدا. ولكن خلي بالك، انا اول مره حملته مسحته. ليه؟ ما فهمتش اشتغل عليه ازاي. تاني مره حملته برضه مسحته، ما فهمتش اشتغل عليه ازاي. تالت مره قعدت اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب لحد ما بدات افهم هو بيشتغل ازاي، والموضوع طلع بسيط. انا اللي كنت معقد نفسي شويه في الاول. فانت ما تيأسش لو انت حسيت ان الموضوع معقد شويه، ولكن هو برنامج قوي جدا جدا. تقدر تعمل عليه خطط مثلا في الاجازه عاوز تعملها. تمام، تقدر تحط عليه مثلا الاهداف بتاعتك في السنه الجديده. تمام، وتبدا تشتغل عليها. تقدر تحط عليه مثلا خطه تدريبيه للتعلم اللغه الانجليزيه مثلا. تمام، لو انت صانع محتوى تقدر تحط عليه الحاجات او الافكار اللي بتجيلك بتاعت صناعه المحتوى، وتنظم انت هتنزل الفيديو ده امتى، والفيديو ده الفكره دي انت عملتها ولا لسه. ولو في فكره مثلا جت في بالك ولقيت عنها مصادر، تقدر تجيب المصادر دي تحطها. فاهمين الفكره؟ انا بقول لكم استخداماته بشكل عام، انت تقدر تستخدمه في حاجات كتير جدا. كل اللي بقوله ده يا جماعه مجاني، ما اظنش فيه حاجه بفلوس غير حاجات بسيطه وملهاش لازمه مش هتستخدمها. تمام، المحاضرات بتاعتك. تمام، وتقدر تحط مثلا ماتيريال اللي هو لينكات. الحاجات دي مش انا اللي عاملها، دي حاجات تبع البرنامج. تمام. ماشي، تقدر تحط لينك المحاضره مثلا، وتشوف المحاضره دي ذاكرتها امتى، وتنظمه بحيث ان هو يقول لك تراجع المحاضره دي امتى. لو الدكتور قال نوت معينه تقدر تحطها في الرقم بتاع المحاضره. تمام، تقدر انت تعمل جداول. ماشي، بس بستخدمه دايما يا جماعه في التو دو ليست، اللي هو انا احط انا عاوز اعمل ايه مثلا النهارده مثلا عاوز انظم كذا وكذا وكذا وكذا. فبرنامج نوشن صراحه من اكتر البرامج اللي هتفرق في حياتك. شايفين يا جماعه؟ حاطط عليه جدول تدريب في الشطرنج مثلا. تمام، لما اخلص مثلا المهمه دي اروح اعمل تشيك
على تشيك بوكس دي، خلاص انا عملت تشيك كده تمام. بكره يبداوا من الاول تمام. عملت دي خلاص فاهم، وهكذا افضل اراجع بحيث يكون في متابعه، وفي الاخر في يا جماعه زي مين، زي جدول متابعه، انا خلصت كام في الميه، عملت كام في الميه، كل ده انت تقدر تعمله جوه البرنامج. فصراحه برنامج نوشن مفيد جدا جدا، سواء انت كنت طالب او مش طالب، بتدرس او مش بتدرس، شغال مش شغال، هيفيدك جدا في شغلك، تنظم عليه شغلك، المرتبات مثلا لو انت في شركه حسابيه ولا اي حاجه. حرفيا برنامج نوشن ده عبقري عبقري حرفيا، انا بحب البرنامج ده جدا جدا. ولو حابين برضو ممكن برضو ان شاء الله بعمل عنه فيديو كامل في المستقبل، ازاي تستخدمه وازاي تستفيد منه باقصى استفاده. ولكن صراحه يا جماعه الخمس تطبيقات دول حرفيا هم اللي انا عايش عليهم تمام، اللي انا بستخدمهم كل يوم. تطبيقات مفيده جدا جدا، هتزود من تحصيلك الدراسي، هتزود من معدل الانتاج بتاعك في حياتك عموما، هتقلل من استخدامك للسوشيال ميديا في الجوانب الضارة، الجوانب المش مفيدة، الجوانب اللي بتأثر على عقلك بالسلب. فصراحة الخمس تطبيقات دول يا جماعة مفيدين جدا جدا جدا، كلهم حرفيا بستخدمهم كل يوم، الخمسة بستخدمهم كل يوم والله العظيم يا جماعة تمام. وفي تطبيقات تانية كتير بس بمسحها، يعني في حاجات ما عجبتنيش، في حاجات ما حسيتهاش مفيدة. أنا بقول لكم الكلام ده من واقع تجربة، يعني الحاجات اللي أنا فعلا أفادتني سواء في الدراسة أو في حياتي عموما تمام. بس جربوهم، جربوا كل التطبيقات دي، بس ما تجربوهمش مره واحده، يعني حمل واحد اتعلم بيشتغل ازاي، افهم الفكره بتاعته، استخدمه فتره واعتبره جزء من الروتين بتاعك، جزء من حياتك. فاهم الفكره؟ يعني ما تعتبرش التطبيق ده كتجربه وخلاص تركنه زي التطبيقات اللي عندك انت مش بتستخدمها، لا، اعتبر ده جزء من حياتك. بدل مثلا ما تمسك الفون مثلا تسكرول وخلاص، امسك الفون شوف مثلا كاردز على انكي تمام. بدل ما بتضيع وقتك وانت مش عارف تعمل ايه، روح اتفرج على توتوريال ازاي تستخدم انكي او ازاي تستخدم نوشن تمام. لان ده انت بتستثمر في نفسك تمام، ده هيعود عليك فيما بعد بالايجاب، ان البرامج دي هتنعكس على التحصيل الدراسي، هتنعكس على حياتك تمام. بصراحه دول اكتر خمس برامج او اكتر خمس تطبيقات يعني انا بستخدمهم، فادوني جدا جدا جدا، وان شاء الله متاكد متاكد ان ما كانوش كلهم هيفيدوكم، فعلى الاقل 3 4 هيكونوا مفيدين جدا بالنسبه لحضراتكم فيهم تمام. شكرا جزيلا لحضراتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل زر الجرس وتتابعنا تحت، هتلاقي لينك الانستجرام والفيس والحاجات دي، وادخل شوف بقى الفيديوهات عندنا على القناه، متاكد انك هتستفيد ان شاء الله. كان معكم اخوكم اسلام حماده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.